خلاص بقى رمضان على الأبواب، نبدأ بقى في التفريزات الحلوة بتاعتنا، الحاجات اللي احنا مش بنستغنى عنها في رمضان نبدأ كده نفرزها. أول حاجة من التفريزات بتاعتنا اللي لازم نبدأ بيها العصاير اللي احنا ما بنستغناش عنها في رمضان. هجيب بولة كده ومعايا 3 كيلو من الفراولة. تجيبي الكمية المناسبة بتاعتك اللي انتي هتستخدميها أو هتكفيكي طول فترة رمضان وفي الصيف كده. هجيبها وانزل عليها كده، هنزل الفراولة بتاعتي في بولة كده من غير بقى ما اشيل اي حاجة منها، احطها في بولة كده في مية لمدة ربع ساعة، وبعدين اشيلها كده انضفها من المية واحطها في مية تانية كده، واحط عليها معلقة خل، وما ننقعش الفراولة في الخل خالص، هي لمدة يعني 5 دقايق بالظبط. انا يعني قسمت الكمية بتاعتي في بولتين وحطيتهم كده في مية، واصفي المية بتاعتي من الخل عشان اللون الاحمر بتاع الفراولة بتاعتي ما ينزلش مني. اهم حاجة الفراولة بتاعتي تكون تنزلت كل الشوائب اللي فيها، اهم حاجة المية بتاعتي في الاخر تكون نظيفة ورايقة ما يكونش فيها اي حاجة خالص. وهبدأ كده اشيل الحتة الخضراء اللي مش نظيفة دي من الفراولاية بتاعتي. هعمل كل الكمية دي، انا قاسمه الكمية بتاعتي على 2، حطاها في بولتين كده. البولة اللي انا شغالة فيها دي شلتها من الخل وشطفتها من المية كويس جدا، وحطيت البولة التانية شطفتها من الخل وحطيت فيها مية، سبتها كده لمدة 5 دقايق عما اقطع الكمية بتاعتي دي. طبعا هقطعها كده، اشيل منها الحتة الخضراء اللي مش نظيفة ورا دي، واي حاجة فيها مش نظيفة، بس الفراولة بتاعتي كانت نظيفة وحلوة وما كانش فيها اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين كده المية برضو مش احسن حاجة بعد ما قطعتها، فهحطها تاني في مية لمدة 5 دقايق كده لحد ما تبقى المية بتاعتي نضيفة، وهشطفها مرة واتنين لحد ما المية بتاعتي تبقى نضيفة خالص والفراولاية كده بتلمع وجميلة وحلوة. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده، الفراولاية الكبيرة والفراولاية الصغيرة هسيبها الواحدة بوحدتها. طبعا التفريزات دي هتوفر علينا وقت كبير في رمضان. هتطلعي الكيس تضربيه في الخلاط بدون اي حاجه، مش تجيبي بقى لسه وتغسلي وتنقعي وتعملي قبل يعني الفطار كده بحاجه بسيطه، هتطلعيه بسرعه، مش هياخد منك اي وقت خالص. يعني التفريزات دي طبعا شغاله، يعني بتخرجي كتير من البيت فعايزه حاجه تنجز معاكي الوقت، فالتفريزات دي هتبقى حلوه قوي، هتسهل معانا وقت كتير قوي. طبعا هفرزها بدون سكر، بدون مادة حفظ، بدون اي حاجة، يدوبك هحط الفراولة بتاعتي في الكيس بدون اي حاجة خالص. ولو قوة الخلاط بتاعتك عالية وحلوة وهتتحمل الفراولة بفراولتها كده فبتكون حلوة قوي. ولو هتعملي بقى للحلويات ممكن تقطعي كده تعملي حلويات، وممكن تعملي منها مربى، هنعمل مع بعض برضو. حاجة خطيرة قوي، والفراولة مش غالية، تقدري تخزنيها بالكمية اللي انت حباها. واحنا بنختار الفراولة بتاعتنا او بنجيبها لازم تكون حمرة وحلوة كده، ما يبقاش فيها حتت بيضة. طبعا جبت اكياس التلاجة بتاعتي دي، او ممكن تستخدمي العلب البلاستيك عادي اللي احنا بنجيبها من بره دي، او ممكن تستخدمي اي نوع اكياس بس تكون اكياس نظيفة كده وحلوة، وتطلعي الهواء من الكيس كويس جدا وبعدين تقفلي. اهم حاجة تطلعي الهواء من الكيس، تقعد بقى معاكي بال6 شهور في الفريزر مش بيحصل لها اي حاجة. بتحطي الكمية المناسبة بتاعتك في الكيس اللي هتطلعيها على العصير على طول، مش هتاخد منك اي وقت، حلوة قوي بدون مادة حفظ، احلى فراولة ممكن تفرزيها وسهلة وبسيطة.